المذيعة ريهام سعيد طلعت اتكلمت في الأزمة بتاعت مها الصغير اللي حصلت في الفترة الأخيرة. والصراحة كلامها كان منصف جدا لمها. تعالوا نشوف مع بعض وقولنا رأيكم في ايه. بتقول في ايه؟ بتقول غلطت واعتذرت، قصدها على مها الصغير. بتقول حد سأل عملت كده ليه؟ من غير تفاصيل، ما هي عدت بأوقات كتيرة قاسية جدا واستحملت كتير، وأنا عارفة ده لأني كنت صديقة والدها جدا، الله يرحمه. أكيد بعد اللي مرت بيه وبعد فقدان أبوها وزوجها وخلافاتها مع أخوها كانت بتدور على تقدير، بتدور على النجاح بطريقة غلط. لما بتحس بعدم الأمان انت بتبقى مش مستقر نفسيا، وبتعمل تصرفات غريبة لإثبات الذات. عايز تبقى ناجح ومشهور بأي طريقة. مش ببرر، بس كلنا بنغلط. كفاية كفاية إهانة. هي لو جبل كانت هد. أنا مريت بهجوم كده قبل كده، ولكن كان على باطل بس برضه مجرح قوي. ما هي غلطت وانتوا كمان بتغلطوا. وغلط جدا اللي هي عملته، بس انا متأكدة ان ده نتيجة ضغوط نفسية بتمر بيها. ارجو التوقف عن الهجوم، انا خايفة عليها مش هتستحمل كل ده. بصراحة البوست اللي نزلته ريهام انا من الناس اللي بشوف ان هو بوست رائع جدا. رغم فعلا يعني اتفاقي ان فعلا اللي عملته مها غلط. ما حدش يقدر يبرر اللي عملته ابدا. بس فعلا فكرة الهجوم المبالغ ممكن يوصلها لحاجات صعبة جدا. يعني ممكن يوصلها لا قدر الله للانتحار، ممكن يوصلها انها تأذي نفسها، ممكن يوصلها لكذا حاجة. ممكن تبقى صعبة جدا عليها وعلى اولادها كمان اللي بعدين. ف فكرة ان احنا ما نبررش الغلط ده حاجة كويسة، بس برضو فكرة ان احنا يعني يكون الهجوم شديد قوي كده، ده حاساه بصراحة صعب جدا. يمكن كمان منى الشاذلي كمان لما طلعت اتكلمت حتى في اللقاء اتكلمت عن المشكلة بتاعت مها الصغير وكده، دايما قالت ان احنا مش يعني ما تجرناش بالازمه وما تكلمناش عليها ولا هناها زي ما قالت، لاني خلاص قالت هي فيها ما فيه الكفايه واللي حصل لها ده لوحده كافي. فقالت مش كمان يعني هي مجروحه وموجوعه واحنا هنيجي نكمل عليها. قالت ده لا اخلاق، لا اخلاقنا ولا اسلوبنا ولا حتى ليه علاقه بفورمات البرنامج. احنا عمرنا ما هنعمل كده. فدي حاجه من الحاجات اللي رائعه جدا. هي اتكلمت بس عن ان الحاجه اللي عملتها غلط، وادت ورجعت الحق لاصحابه، وان هي شكرت الناس اللي عملوا اللوحات، وقالت ان هي تنسب يعني نسبتهم لاصحابهم الحقيقيين. لكن ما زايدتش في الموضوع زي ما بيحصل دلوقتي بطريقه سخيفه جدا. حتى الناس اللي هم اصحاب اللوحات نفسهم اتكلموا وقالوا ان احنا مش هنرفع قضايا. في جزء منهم قال مش هيرفع قضايا، وفي جزء تاني قال احنا يعني قابلين اعتذارها، كفايه ان هي اعتذرت. وقالوا كمان فاكره الفنانه الدنماركيه قالت ان هي اصلا كفايه اللي هي فيه. يعني هي الله اعلم قالت بحالها دلوقتي، اكيد حالها صعب جدا. فقالت كفايه عليا اللي هي فيه، فبالنسبه لي عشان كده انا قابله اعتذارها. فاتمنى بجد فعلا يعني بلاش يكون الهجوم قاسي جدا، لان مش بس هجوم، ده في ناس بتقعد تعمل كوميك وحاجات كده سخيفه جدا. طب يعني فكره انك تشاور على الغلط، خلاص قلنا ان ده غلط او ده حاجه يعني ما كانتش صح، بس في الاخر كلنا بني ادمين، كلنا معرضين ان احنا نغلط. فلما بيكون الحاجه مبالغ فيها قوي، دي حاجه مش حلوه. فربنا يعينها عليا فيه ويعين ولادها ان هي